كم لك في السجن؟ 6 سنوات. 6 سنوات في السجن. طيب ايش دعيت الله امس في السجود؟ اللهم اجعلني من المسلمين هذا. باذن الله ان الله فرج عنك باذن الله، وقضي المبلغ اللي عليك بحول الله وقوته، تم تسديد المبلغ باذن الله، سيتم الان اعطائه للسجن وستكون حرا باذن الله تعالى. ان شاء الله. خلاص انتهى الموضوع. جمال الوجود بذكر الإله، وتصفو الحياة بنور هداه. جمال الوجود بذكر الإله، وتصفو الحياة بنور هداه. حبيبتي أمي، رضاك يا أمي، دنيتي وجناني يا أمي. حبيبتي أمي، رضاك يا أمي، دنيتي وجناني يا أمي. وظنك أني أسعى لبرك ما حيت سنيني، والله لن أوفي حنانك لحظة. شالات والملابس والثياب تلبسها حتى تخرج الى اهلك ان شاء الله وانت عريس. ان شاء الله. ان شاء الله. هذه الهديه الاولى. تمام، نبغاك عريس. ان شاء الله. الجائزة الثانية طبعا قدمت لك. نفتحها ولا لا؟ قفل الصندوق، قفل الصندوق. ايوه اعطونا الصندوق زي ما هو مقفل. الجائزة الثانية والهدية الثانية اللي قدمت لك يا حبيبي جبرا لخاطرك، ولانك ذوي يعني إدارة السجن زكتك بانك من ذوي الاخلاق الطيبة والقدوة الصالحة، قدمت لك مبلغ 2 مليون. ما أحب يذكر اسمه لكن ما تتوقع. هذه هدية لك. ايش تفهم منها؟ وش فهمت منها؟ وش فهمت منها؟ ايش هي؟ ايش فهمت من هذه الهدية؟ ايش؟ يمسك ان شاء الله. لا، هذه هدية يا حبيبي لك ولوالدتك ولوالدك. عمرة أنت ووالدك ووالدتك محمول مكفول مشمول بالطيران بالفنادق بالمصاريف. ان شاء الله. الحمد لله. مبسوط؟ الحمد لله. الحمد لله. اللهم لك الحمد يا رب العالمين. على بالك انت هنا، اقرب منك تصد بعيد عني. على بالك انت هنا، ها؟ طبعا ولان اخلاقك طيبه وقدوه لزملائك الموجودين في السجن، ايضا راح نهديك كمان هديه. تسمح لي احط هذه هنا؟ طبعا قدمت لك وظيفه ويعتبر راتبك ماشي من اليوم، والوظيفه موجوده في تعز في أحد المنتزهات والفنادق. يعني باقي ما خلصت. وأيضا يوجد لك وظيفة في مطعم. أوكي، باقي شيء أخير. يوم القيامة الله عز وجل يقول للمتخاصمين، يوم القيامة الله عز وجل
يقول للمتخاصمين إذا تصالحوا خذ بيد أخيك وادخلا الجنة، صح؟ نعم. وأنا عبد من عباد الله، أقول لك اليوم بعد ما نستأذن إدارة السجن، خذ بيد 2 من أخوانك من الموجودين في السجن من ذوي الخلق والدين والمحافظين على أدبهم وأخرجهم إلى الحرية بفضل الله ثم بفضلك، وإحنا نتكفل بكل شيء. الآن أبغاك تروح تجيبهم، الآن تستأذن من الضابط نايف، وإذا قال ما عليهم إشكال سوى مديونية مالية نحن نتكفل، وهذه هدية منا لك أن تخرجهم إلى الدنيا. فخذ بيد 2 من أخوانك إلى الدنيا، ما عليهم إشكال سوى مديونية